السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كما كتشوفوا معايا في هاد الدار هادي كلها مقشرة وكلها مدقدقة بزاف. كما تلاحظوا معايا في الفيديو الدار كلها عاطية للبرودة والرطوبة. كما تلاحظوا معايا دخلنا لهاد الدار هادي عيطنا لواحد السيد، جينا شفنا له هاد الخدمة هادي. هاد الخدمة كانت على الشكل ديال المرموريكس اللي هو كنقولوا الدمعة ديال الدمعة، اللي صباغة ديال الزيت. هانتوما الإخوان، وكما كتشوفوا حتى الجليج راه تعاود جديد. هانتوما كما كتلاحظوا كلها مدقدقة. ان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله في هاد الخدمة هادي، وغادي نبداو نعالجو هاد الحيوط كاملين كما كتشوفوا معنا. هانتوما الاخوان كنقشرها غير بيديا، كلها باردة بزاف. هانتوما شوف الاخوان، شوف الحيط ديالنا كيفاش داير، كله مدقدق فيه الرطوبة بزاف. الحيط ديالنا الحيط كان قديم بزاف. ان شاء الله غادي نبداو نطبقوا هاد المرحلة هادي، وغادي نبداو ان شاء الله بالتقشير ديالها، وان شاء الله غادي نبداو حتى بالخشب والحديد اللي ما كتشوفوا هنايا معايا في السراجم والبيبان. ها هما هادو. هاد الدار هادي اللي كتشوفوا دابا في الاول حالتها كلها صعيبه بزاف، كلها كما كتشوفوا معايا كلها مقشره حتى الصباغه، والرطوبه باينه بزاف. شي ناس كيشوفوا بحال هاد الدار وكيقولوا ما بقى ما يدار فيها زعما، ولكن انا كنقول لكم اي دار مهما كانت مقشره الا وتعطات ليها الخدمه ديال الصح كترجع جديده واحسن من الاول. في هذه المرحله ان شاء الله اللي كتشوفوا فيها البروده ان شاء الله غادي نبداو نعالجوها بخطوه بخطوه. كما تلاحظوا معايا هنايا حتى الكوجينه كلها حتى هي مدقدقه الا الجليج ديالها اللي ما تعاودش. يعني ان شاء الله غادي نبداو حتى هي بالطريقه ديالها برودوي. وحتى لاكور هانتوما كما كتشوفوا كله تا هو ضايع بزاف مقشر، حتى هاديك الرمله حرش مرطوب كله مدقدق. وهنا كما كتلاحظوا معايا دخلنا لهاد الحمام، هاد الحمام هذا كله تا هو مقشر البلافو ديالو، وكذلك حتى الطواليط. هانتوما الاخوان الطواليط كانت داز بالصباغه ديال الزيت، وشوف كيفاش ولات كلها عاطيه للبروده. ان شاء الله هنايا في هاد البيوت هادو كلهم مسدودين، يجي مول الدار ان شاء الله وعاد نشوفوا شنو كاين في هذوك البيوت. هنا كذلك غادي نخرجوا لهاد البلاصه هادي كما كتشوفوا معايا البلافو كله حتى هو عاطي للبروده لاميديتي بزاف. شوفوا الاخوان ان شاء الله غادي نبداو نعالجوها بخطوه بخطوه هاد الدار هادي، وغادي نقادوها ان شاء الله. هاد المواد ان شاء الله اللي غنستعملو ضد البروده ديال الحيط بدون ذكر الاسم الشركه ولا حتى البرودوي، ان شاء الله مباشره غادي نخدموا هاد البرودوي فوق الحائط ديالنا. مباشره ان شاء الله غادي نخدموا هاد البرودوي فوق الحائط وضد الشقوق والرطوبه، اولا غادي ان شاء الله غادي نستعملوا الاسمنت اللي هي السيمه كحله، واللي هي غادي تشد لينا التشرب ديال الماء. هاد الاسمنت ان شاء الله كتعاون بزاف وكتخلي الصباغه حتى هي مزيان تشد فوق الحيط. وصلنا للمرحله الاخيره ديال الديكور ديال الخيال. شوفوا معايا كيفاش تبدلت الدار من بعد طبقنا المراحل الاولويه ديال هاد الحائط. هنا ما كاينش واحد الحدود ولا ابداع في كل زوايا، كتقول قصه وكل حائط ولا لوحه فنيه. شوفوا الفرق بين قبل وبعد. الدار كانت كامله عاديه وبارده وفيها الغموليه وحتى الرطوبه، ودابا ولات هاد الديكور هذا اللي كتشوفوه معايا في الفيديو خدمناه على الطريقه الاولى والطريقه الثانيه باش طلع لنا هاد الديكور مزيان اللي هو الاسم ديالو خيال. كما تلاحظوا معايا الدار كلها ولات زوينه، وحتى ديك البروده والرطوبه كاع ما بقات. شوفوا كما تلاحظوا معايا هذا هو الديكور ديال الخيال اللي كتشوفوه معايا في الفيديو. الفرق تبدل. شوفوا كما ولات الدار ديالنا مزيان، وحتى مول الدار ان شاء الله فرحان.
دخلنا لهاد الدار هادي من الاول كما لاحظتوا كلها كانت مقشره، وحتى كذلك حتى هاد السراجم تا هما صبغناهم في هاد اللون هذا كما تلاحظوا معايا. فهاد الخيال حتى هي كتكون مزيانه وديكور رائع وكلشي كيطلبو. هنا كذلك الاخوان خدمنا حتى هاد الفرصاده، وحتى هاد الجليج هذا تعاود جديد كما تلاحظوا معايا، وهاد الازبال كامله خرجنا لهاد البلاصه هادي، وحتى هاد السريجمات هادو كما كتشوفوا كانوا في موسخين بزاف صبغناهم، وحتى هاد الباب هادي كانت موسخه حتى هي بزاف عاودناها حتى هي بالصباغه ديال الزيت اللي هو الكحل والبيض. وهاد الفرصاده هادي كما تلاحظوا معايا ولات كلها مزيان. نخرجكم الواجهه كما غادي تشوفوا معايا الاخوان، هانتوما الفرصاده كلها ولات نقيقيه كلها ولات مزيانه حتى هي عالجناها درنا لها لوندوي. هاد الفرصاده هادي درنا لها لوندوي فاصاد اللي خلى الحائط ديالنا يبقى صحيح. عاد طبقنا الصباغه اللي هي في اللون ديال البلون كاسي كما كتشوفوا معايا. حتى هاد المكانات ديال الماء اولا ديال الضوء حتى هما صبغناهم في اللون الكحل، مع هاد الباب هادي اللي كتشوفوا صغيره. ان شاء الله كنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه وتخليوا لي تعليق زوين، وان شاء الله نتلاقاو في واحد الفيديو الجاي ان شاء الله.